أكليوش يشرح أسباب رفضه اللاعب للجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. نشط الدولي الفرنسي الجديد مغنيس أكليوش ندوة صحفية قبل مباراة نادي موناكو ضد ستراسبورغ، لتستغل وسائل الإعلام الحاضرة الفرصة حتى تسأله حول استدعائه لأول مرة إلى صفوف الديكا. ويعتقد نجم موناكو بأن اختياره تمثيل المنتخب الفرنسي يعتبر قرارا منطقيا، وكذلك استمرار لمسيرته في اللعب لفرنسا منذ الفئات الشبانية. وعند سؤاله حول الأسباب وراء تفضيله الديكا بدل اللعب للجزائر، أجاب أكليوش: كنت احتراما كبيرا للجزائر، لكن لطالما كنت على مستوى الفئات الشبانية للمنتخب الفرنسي، وشاركت كذلك في الألعاب الأولمبية. وفي السياق ذاته أضاف أكليوش: لذلك كان تمثيل المنتخب الفرنسي استمرارا منطقيا، ولقد كانت نتيجة منطقية. وقال اللاعب حول استدعائه من طرف ديدي ديشان: هناك الكثير من المواهب في المنتخب وفي البلد بأكمله، علينا التحلي بالصبر، ولحسن الحظ جاء اليوم المناسب. وتلقى أكليوش خبر استدعائه لأول مرة إلى صفوف المنتخب الفرنسي الأول عبر التلفزيون دون أن يكون له علم مسبق بذلك. وأوضح بأنه تلقى التهاني من طرف الكثير من الأشخاص، وبينهم تيري هنري مدربه السابق في موناكو. شاركوني رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم.